تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أكلة سريعة في حلة واحدة ولذيذة جدا. بصي بقى، أولادك هيحبوها جدا وكل اللي في البيت هيقولك اعملها لنا على طول. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة كده نجيب الحلة بتاعتنا على النار، هضيف فيها معلقتين من الزيت، وكمان هضيف عليها معلقة من السمنة او الزبدة لو حابة، المتاح عندك استخدميه. هسخنهم كويس جدا بقى مع بعض كده، لازم تسخن كويس قوي. بعد كده هكون مجهزة نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة كده مكعبات وسط. تمام، طبعا غسلينها كويس بالملح والليمون ومظبطين حاجتنا علشان تكون طعمها حلو. هنزل بقى عليها بنص معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، وعلى نار عالية كل الكلام ده عشان انا مش عايزة الفراخ بتاعتي تنزل اي سوائل وتنشف مني وتكون مش كويسة. تمام، هديها بقى تقليبة كده على النار ونسيبها كده على نار عالية لحد ما تدخل في اللون الذهبي اللي احنا عايزينه ده. انا عايزة الفراخ دي تاخد تحميرة حلوة جدا. خلاص، زي ما قلت لكم الاكلة بتاعتنا كلها هتكون في حلة واحدة وهيكون طعمها تحفة. الفراخ كده كانت وصلت اللون اللي انا عايزاه، اتحمرت تحميره حلوه قوي لحد ما تاخد اللون ده معاكي. بعد كده بقى هبتدي اشيلها من على النار، هنبتدي كده نشيلها في طبق، وبعد كده هنكمل الاكله بتاعتنا في نفس الحله كده مكان الفراخ في الصوص اللي احنا مستخدمينه في تحمير الفراخ ده. خلاص، هركن الفراخ على جنب وهنرجع نستخدمها تاني. بعد كده بقى هيكون معايا كده كيس من المكرونه، اي بقى شكل انتي بتحبيه استخدميه. خلاص، هبتدي انزل بكيس من المكرونه ده، كيس 400 جرام على نص كيلو من صدور الفراخ اللي متقطعه مكعبات وسط كده. هبتدي اقلبه بقى تقليبه كويسه، المكرونه ايدينا فيها كده لحد ما تتحمر معانا وتاخد اللون الذهبي الجميل. ما تسيبيش المكرونه على النار علشان كده ايه كلها تبقى واخده لون حلو مع بعضها، ما تلاقيش شويه لونهم غامق قوي وشويه ما تحمروش. ايدك فيها باستمرار كده على نار عاليه برضو لحد بقى ما تدخل في اللون الجميل ده. هو ده اللون اللي انا عايزاه. هكون بقى مجهزة كمان بصلاية صغيرة قوي متقطعة قطع صغيرة، هنزل بالبصلاية على المكرونة، وبعد كده هنبتدي نديها تشويحة. تمام كده مع المكرونة، يعني دقيقة واحدة بس على النار. انا عايزة البصلاية دي تدبل بس، يا دوبك هتدبل معايا. وبعد كده هكون مجهزة 5 حبات من الطماطم متقشرين متقطعين كده قطع صغيرة. قشري الطماطم بتاعتك علشان يكون شكلها حلو معاكي في التقديم. تمام، دول 5 طماطمات كده كبار، قشرتهم وقطعتهم كده قطع صغيرة. وكمان معايا ميكس من الشطة بقى، الفلفل الألوان، وكمان معايا قرن كده حامي. معايا فص واحد صغير قوي من الثوم، يعني أصغر حاجة عندك كده. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض ونديله تشويحة كويسة قوي مع بعض. برضو مع بعض كده دقيقتين على النار. هبتدي اقلب في الخضار مع المكرونه لحد ما نشم ريحته كده. هكون بقى مجهزه كده معلقه كبيره من معجون الطماطم. هضيف كمان مكعب من المرق، وده اختياري لو حابه تستغني عنه. لو عندك شوربه وعايزه تستغني عن مكعب المرق وتضيفي شوربه بدل الميه، تمام مفيش مشكله. لو ما عندكيش مكعب مرق هيديكي برضو نتيجه حلوه جدا. هدي بقى تقليبه كده لكل الميكس اللي معايا الجميل ده، وهنا بقى بتشم ريحه تحفه قوي. هجيب بقى الفراخ بتاعتي تاني اللي احنا كنا محمرينها مع بعض في الاول، هبتدي انزل بيها على المكرونه كده علشان تكمل طبعا التسويه بتاعتها. هي طبعا ما كانتش لسه مستويه، يا دوبك كده بس خدت تحميره. عايزاها بقى تكمل التسويه بتاعتها مع المكرونه. هنظبط الملح بتاعنا، ضفت نص معلقه كده صغيره من الملح، لان احنا حاطين مكعب مرق وبيكون حادق شويه، فخلي بالك من النقطه دي. والفلفل الاسود بتاعنا احنا حاطينه من الاول على الفراخ، فمش محتاجين اي حاجه تانية. ممكن تضيفي رشه كمان من ال7 بهارات بس كده. دي التوابل اللي معانا: فلفل اسود، 7 بهارات، ملح، ما عندناش اكتر من كده. هبتدي بقى ايه انزل بالميه بتاعتي، كنت مجهزاها في الكاتل كده مغليه. هغطي المكرونه يعني عقلتين صباع كده علشان انا عايزه المكرونه دي تستوي، وبعد ما تستوي برضو تكون جوسي كده وفيها صوص، مش هنشفها قوي. هغطي عليها بقى واسيبها على نار عالية. اول كده ما تشرب السوائل بتاعتها هقوم مهديه النار عليها، وبنسيبها بقى كده 10 دقايق كمان على النار، وهتكون جاهزة معايا. الاكلة دي كلها كده على بعضها ما خدتش ربع ساعة في التحضير بتاعها، وطعمها تحفة جدا. بصوا هتجربوها كده وهتعجبكم قوي.
هنديها تقليبة بقى واغطي عليها كمان 5 دقايق، يعني انا قلبتها كده بعد 5 دقايق واسيبها كمان 5 دقايق على النار لحد ما تاخد التسوية بتاعتها المظبوطة، وهنشوفها برضو هتكون معانا عاملة ازاي. بعد كده 10 دقايق بالظبط هكشف عليها الغطا، هي دي النتيجة اللي انا عايزاها. المكرونة بتاعتي استوت وفي نفس الوقت لسه فيها شوية كده من الصوص بتاعها اللي بيكون طعمه تحفة. خلاص كده نديها بقى تقليبة وهنشيلها بقى من على النار، هي كده خلاص استوت التسوية التمام، والفراخ طبعا كانت خلاص استوت وخدت التسوية المظبوطة. عايزة اقول لكم بقى يا ريتكم شامين الريحة ولا الطعم تحفة، جربوها هتعجبكم جدا. يلا بقى ناخد الحلة بتاعتنا كده ونبتدي نغرف الطبق بتاعنا التحفة ده. هنجيب بقى طبق واسع كده وننزل بالمكرونة على طول كده. بصوا بقى أكلة خطيرة. طبعا الأولاد بيكونوا راجعين من المدرسة عايزين حاجة كده سريعة وخفيفة بسرعة، يعني عشان عندهم بقى دروس وكده، فدي أكلة حلوة ومغذية، فيها البروتين، فيها خضروات، فيها فيتامين، فيها نشويات، فيها يعني كل حاجة، وفي حلة واحدة من غير ما تتعبي ولا تقفي كتير. راجعة من شغلك تعبانة برضو، لو انتي بتشتغلي وعايزة تعملي أكلة حلوة لأولادك كده تفرحيهم بيها، برضو هتكون حلوة معاكي وسريعة وطعمها حلو ولذيذة. بالنسبة بقى للناس اللي بتحب الأكلات السريعة والشباب برضو، ممكن انت تدخل كده المطبخ تعمل الأكلة السريعة دي لنفسك. لو انت شغلك بعيد مثلا أو عايز تعمل حاجة سريعة في الشغل، برضو دي هتكون حلوة معاكم، مش هتاخد ربع ساعة زي ما قلتلكم، وهتكونوا طالعين بنتيجة حلوة. يعني هي بصوا طعمها حلو ولذيذة وسريعة، فيها كل المواصفات اللي كلنا بنحبها، يعني ايه حاجة سريعة كده ويكون طعمها حلو في نفس الوقت. لو وصلتي بقى معايا لهنا ما تنسيش تحط اللايك بتاعك، شاركي الفيديو بتاعي مع كل صحابك وحبايبك. لو اول مرة تشوفيني فعلي الجرس عشان يصلك كل الاشعارات الجديدة، وان شاء الله مش هتكون اخر مرة. اشتركوا في القناة عندي علشان يصلكوا كل الفيديوهات اول ما انزلها على طول. والحلوين بقى اللي مشتركين معايا على القناة يا ريت تخشوا تشغلوا الفيديو بتاعي وتحطوا اللايك برضو بتاعكم، شجعوني كده ودعموني. يعني لو عايزين نستمر في الفيديوهات شجعوني. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. باي.